مي عز الدين بالقبعة السوداء وإشارة من يدها تشعل فضول المتابعين، ولوك ياسمين صبري حديث الناس. بس قبل ما نبدأ الخبر ما تنسوش اللايك والاشتراك. أثارت الفنانة المصرية مي عز الدين اهتمام الجمهور بعد ظهورها في جلسة تصوير جديدة، حيث أطلت بإطلالة غامضة باللون الأسود مرتدية قبعة واسعة مع قفازات جلدية سوداء، ما منحها مظهرا كلاسيكيا أنيقا يحمل طابع الغموض والجاذبية. وظهرت مي في الصورة وهي تضع إصبعها على شفتيها في إشارة صامتة أثارت تساؤلات المتابعين حول الرسالة التي تقصدها، خاصة مع ملامحها الحادة ونظرتها القوية التي أضافت عمقا للصورة. وأنهالت التعليقات على الصورة بين من اعتبر الإشارة تعبيرا عن السر والغموض، ومن رأى أنها رسالة رمزية عن الهدوء أو الصمت. وتعرف مي عز الدين باهتمامها بالتفاصيل الدقيقة في جلسات التصوير، حيث تمزج بين الأناقة والدراما في كل ظهور. أما عن ياسمين صبري، فقد خطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة ناعمة وأنيقة ظهرت فيها وهي بكامل ثقتها وجمالها عبر حسابها الرسمي، واعتمدت لوك كلاسيك عملي مكون من بلوزة بيضاء بسيطة نسقتها مع بليزر بني فاتح وبنطلون بنفس الدرجة، أعطاها طابع راقي ومتوازن بين الرسمية والأنوثة. واختارت ياسمين تسريحة شعر مرفوعة مع ربطة رأس زرقاء عصرية أضافت لمسة من الحيوية إلى مظهرها، مع أقراط ذهبية دائرية زادت من فخامتها. وأيضا اختارت خاتم وصوار ذهبي ناعم لإكمال اللوك، وحملت على الطاولة حقيبة من ماركة عالمية لفتت الأنظار بلونها الناعم والتي كسرت الألوان الهادئة التي ترتديها.